سلام البنات، كي بقيتو لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم فيديو جديد. هاد المره جوج الوصفات ماشي وصفه واحده. غادي نوجد لكم فلفله معمره بالرز والكفته بالطريقه ديالي كيفاش تندير لها انا. وجيت ندير لكم الفلافل المصريه بالحمص. جيت نوريكم كيفاش تندير لها. ندوزو على بركه الله. المهم البنات غنبداو مع الوصفه الاولى اللي هي الفلفله معمره. هنا عندنا الفلفله، انا عندي الفلفله هاد القصيوه هادي. من بعد ما نقيتها حيت منها الزريعه وغسلتها مزيان. المهم البنات ما تنساوش تغسلوا من هنايا، تيكون هنايا محشي طاب بزاف. انا استعملت الفلفله الصفراء والحمراء. نتوما تستعملوا الحاجه اللي متوفره عندكم في الدار، ماشي ولا بد هادو. تقدروا تستعملوا حتى الفلفله خضراء. عندي ربيع هنايا، قزبور معدنوس مقطعين. الكفته خلاص. عندي هنايا مطيشه محكوكه، البصله، 3 دوس ديال الثومه محكوكين، بزار، كمون، لا، بزار، شونيه، كمون وملحه. نبداو على بركه الله. وهنا البنات الرز من بعد ما نقيته وغسلته غادي نضيف له الماء ونوضو يتسلق وندوزو باش نحضروا الفلفله. تنديروا شويه ديال الزيت، تنضيفوا فيه البصله ديالنا تشحر شويه حتى تيبدا يبان لينا اللون ديالها بدا تيتبدل. عاد تنضيفوا عليها الكفته. هنا البنات من بعد ما البصله ديالنا دابت شويه طاحت واللون ديالها بدا تيتبدل، غادي نضيفوا الكفته وغنضيفوا العطريه. نضيفوا الكفته بهذه الطريقه، نحاولوا نحلوها. بالنسبه للعطريه غنحاولوا نضيفوا نص الكبير ديال العطريه ونص الاخر نخليوه لاصوص. غنضيفوا الثومه، الكمون، البزار، تحميره، والخرقوم نسيت ما قلتها لكمش في الاول، الخرقوم البلدي، والملحه. غنزيدو الربيع ديالنا هكا، وغنضيف واحد 2 معالق كبار ديال المطيشه مطحونه اللي غنديرو بها لاصوص. غنخلطوا الكفته ديالنا ونخليوها طيب ونتلاقاو. هنا البنات من بعد ما طابت البصله والكفته تشحروا مزيان وطابوا، غادي نجيبوا الرز من بعد ما تسلق وصفيناه حتى قطر مزيان. غادي نضيفوه على هذا الشيء. خلاص القياس غتضيفوا على حساب الفلفله اللي باغيين تعمروا. غادي نخلطوه مزيان وغادي ندوزو نوجدو لاصوص باش نصوبوا الفلفله ديالنا.
البنات انا غادي ندير الفلفله ديالي في الطاجين باش تجي المايقه ديالها خاته، تجي لاصوص خاته وتتبقى مستفه ومتوله كما قديتوها في الاول. غادي نضيف لاصوص ديالي، غندير لها شويه الزيت، نفس العطريه اللي خلاص اللي درنا الرز، شويه البزار، شويه اختي ديال التحميره، شويه د الكمون، شويه د الملحه. وما تنساوش بلي الرز فيه الملحه بزاف، فيه الملحه زعما القياس ديالو، دونك ما تكتروش. وشويش د الخرقوم. غنديرو الثومه، وغنديرو شويه د الربيع. غنوجدو الخليط ديالنا لاصوص، غنحركوها بحال ما هكا تتخلط لنا العطريه مزيان، وغنبداو نعمرو في الفلفله. بالنسبه للفلفله فاش غادي نبغيو نعمروها غنحاولوا نتقبوها شويه بالفرشيط، عاد نعمروها. هكا ونحطو ونستفوا الفلفله ديالنا. تنتقبوها بالفرشيط غير باش تدخل لها لاصوص، وفي نفس الوقت داك ليدام ديال الرز تيهبط هكا. غنبقى بهذا الشكل حتى نكمل الطاجين كامل ونكمل الفلفله ديالي كلها ونتلاقاو. هنايا من بعد ما عمرت الفلفله ديالي كلها غنحطها طايبشات غير في الجنيب باش حتى هما يدخل لهم لاصوص يطيبوا. حاولوا ندخلوهم غير من الجنيب. بهذه الطريقه تنحافظوا عليهم لحقاش تينفعونا في الاخر، تتجي فاش تحطوهم من الفوق تيجيو المنيضه ديالهم زوين. هذا ما بقاش فين نحطو. المهم خليت حتى الفلفله طيب شويه، عاد ديك الساعات غادي يبقى لنا البلاصه فين ندخلوهم مزيان. غتزيدوا نص كاس ديال الماء، نص كاس، وتردوا الطاجين على عافيه، سمحوا لي، على عافيه مهيله يطيب على خطو وتلبى ديك الماقه، ونشوفوا الشكل النهائي. دابا ندوزو للوصفه الثانيه. المهم البنات هنا ندوزو للوصفه الثانيه اللي هي الفلافل. غنحتاجوا ليها الحمص من بعد ما فزقناه مزيان ترطب، غنحتاجوا البصله، الثومه، الربيع، التحميره، الخرقوم، كمون، بزار والملحه. هاشوا غنديروا فيها الحمص، غنديروا فيها البصله كيف ما هي
غنديرو الثومه، غنديرو شويه د الربيع، وغنطحنوا هادشي كله. والمهم هو انه فاش طحنوا هادشي ما تخليوش الحمص تيتطحن مزيان، خليوه شويه مهرمش باش تتجي فاش تطيبوها فاش تقليوها تتجي مقرمله. هنا من بعد ما طحنا الحمص والربيع والبصله والثومه غنضيفوا شويه ديال الزيت، غير شويه. غنديروا البزار، التحميره، الكمون، الملحه، شويه د الخرقوم غير راس معلقه، وغنديروا واحد شويه د الماء، نص كاس تقريبا. نص كاس. واحد نص كاس د الماء باش يتجمع لنا الخليط، وواحد جوج معالق كبار ديال الطحين فوص ولا النشا اللي عندكم. وغنخلطوا كلشي بهذه الطريقه، خلطوه مزيان حتى يمتزج كلشي العطريه ديالنا، ونعاودوا نتلاقاو. هنا من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا مزيان، خلطنا المكونات كامله، غادي ندخلوه للثلاجه يرتاح واحد الساعه د المكانه بين ما طبنا الطاجين وندوزو نقليو الفلافل. بعد ما سخنا الزيت ديالنا غنبداو القليان ديال الفلافل. غادي نكووها بحال معقوده وغنديروها في الزيت. صافي بهذه الطريقه هذه. هكا حتى نكملوا الخليط ديالنا كامل، وغنتلاقاو نشوفوها فاش تقلى كي غادي تجي مقرمله. خليها غير تقلى شويه وغادي نوريكم كيفاش غتجي. هنا اختي هما الفلافل ديالنا تيتقلاو، وها هو الطاجين ديالنا من بعد ما وجد. انا غادي نوريكم كيفاش جات الفلفله. ها انت اختي شوفي لي كي تجي الفلفله، شوفي فاش تنديروا لها الطيبشات ديالها كي تتولي تبان، تتجي مديكوريه زوينه. شوفوا لي لاصوص كي خاتها. ها نتوما من بعد ما نحيدوا لها الطيبشات بحال هكا، درت لها شويه د لاصوص من الفوق وتتقدم بهذه الطريقه. ندوزو دابا نشوفوا الفلافل ديالنا فين وصلت. هانتوما من بعد ما
تتحمر. حاولوا ما تقيسوهاش حتى تحمر، تتبان لكم تحمرات عاد قيسوها قلبوها. شوفوا كي تتجي مقامله. انا تنموت على هادشي الناشف. شوفوا كي تتجي مقامله. المهم فاش نخرجها من المقله وغنشوفوا الشكل النهائي ديالها حتى هي كتجي. شوفي الا اختي الفلافل كي تيجيو محمرين ومقاملين. اسمعي اختي، اسمعي التقاميش والبنه. يا سلام، اما نقولكش البنه اللي فيهم رائعين. هكا اختي تيكونوا هادو هما الاطباق ديالنا ديال اليوم. فلافل وفلفله معمره رافقتها مع سلطه فخوي والوليدات. بسم الله. اختي انا باقا تناكل الفلافل، ما نقولكمش على التقاميله والبنه شي حاجه. يا سلام. هكا اختي نكونوا سالينا الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ما تنساونيش من لي جيم ولي كومونتير وتبارطاجيو. وشكرا بزاف على المتابعه. نتلاقاو في فيديو الجاي.